حقيقة ظاهرة قتل النساء اللي صايرة هاي الأيام أو بهاي الفترة زادت عن الحد بطرق وحشية. دل هذا الشيء يدل على انه الفكر السلطوي، الفكر الذكوري بشكل عام، حتى الفكر الارهابي. احيانا الفكر الارهابي ما يكون بس على يد الارهاب او يد الارهابيين، احيانا يكون داخل العائله نفسها، يمتد هذا الفكر للاخ، يمتد هذا الفكر للزوج، للاب، احيانا يمتد هذا الفكر حتى للمراه، المراه ممكن تعنف مراه اخرى. فهاي الظاهره ازدادت بشده هذه الفترة. دل هذا الشيء يدل على تقدم النساء، أو أنه النساء أوجعت هذا الفكر، أوجعت العدو بتقدمها، بتحررها. صارت المرأة بهاي الأيام أنه تعرف إيش حقوقها، تعرف إيش هي، إيش إلها بهذا المجتمع وبهذه الحياة، وإلها حق بتقرير مصيرها، إلها حق بالحياة، إلها حق بالتعليم، عم تبدي رأيها. فهذا الشيء أوجع هذا الفكر السلطوي. فكانت ردة الفعل عنيفة جدا، بغض النظر عن الانتهاكات اللي عم تصير بظل ظروف الحرب، القصف، التهجير، القتل، الاغتيالات، عم تصير احيانا بين المجتمع حالات لسه اعنف من هذا الشيء. طبعا هذا كلياته امتداد للارهاب، وامتداد للاحتلال، امتداد، هذه كلياتها نتائج الحرب. يعتبر هذه الأشياء هي كلياتها نتاج الحرب في هذا المجتمع. نلاقي المرأة معنفة، مرورا معنفة جسديا، معنفة نفسيا، اضطهاد حقوق، زواج قاصرات، تعدد زوجات، مرورا بهذه الأشياء كلياتها نوصل آخر شيء لدرجة القتل. أحيانا تعنف المرأة نفسيا لتوصل لدرجة الانتحار، وأحيانا تقتل. هذا الأمر اليوم نشوفه عيدة، آية، فاطمة، كل يوم في عندنا حالة، كل يوم نفيق الصبح على حالة قتل نساء أو انتهاك نساء. هذه الأمور اللي ذكرتها أو الأسماء اللي ذكرتها هاي تكون قتل. ويا ترى كم حالة عندنا ما هي لسه ما وصلت علينا أو يكون تعنيف. اليوم نحن من يومين شهدت الحسكة حالة بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة. لهذه الدرجة وصلت الوحشية، لهذه الدرجة وصل الفكر التسلطي والعنف، الرحمة والإنسانية، أنه لأي درجة انفقدت بهذا المجتمع. بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يتجاوز عمرها 13 عام، إضافة لتخلفها الذهني، نمو ذهنها لا يتجاوز 3 سنوات. نلاقي انه هاي البنت تم خطفها، تم الاعتداء عليها، تم ضربها. اليوم هاي البنت تنازع الموت في المستشفيات. لهذه الدرجة وصلت انه حتى ذوي الاحتياجات الخاصة او الغير مؤهلين او الغير راشدين توصل لهم هذه الجرائم، وهذا الحقد يوصل لهم بدون رحمة. نسأل حالنا، دائما نسأل حالنا انه ليش انه دائما على هاي النساء يكون هذا العنف؟ ليش انه يكون بهالوحشية هاي، بهالانتهاكات هاي؟ طبعا ما في جواب الا انه هذا امتداد للإرهاب على يد الأخ وعلى يد الزوج وعلى يد الأب وعلى يد المجتمع بشكل عام. حاليا نحن كمؤتمر ستار ساعين أنه نحد من هذه الظاهرة من خلال توعية المجتمع. اجتماعاتنا لم تقتصر أبدا على النساء، حاليا في لنا حملة توعية للنساء والرجال في آن واحد. المرأة صارت تعرف حقوقها، صارت تعرف الواجبات اللي عليها، صارت تعرف تعبر، وإلها الحق أنه تعبر بالشيء اللي هي بدها إياه أو حق تقرير مصير. ولكن الرجال لم تتقبل هذه الأمور. مؤتمر ستار كان يعني كاقتراحات، من اقتراحات مؤتمر ستار انه نعمل الاجتماعات كمان تكون للرجال، تكون مختلطه بين النساء والرجال. جابت نتيجه بس ما وصلت للحد المطلوب. لسه هاي الظاهره منتشره وبشكل كبير جدا.